تخيل أن يتصل بك الأسطورة زين الدين زيدان شخصيا ليقنعك بتمثيل فرنسا، فتقول له: لا، قلبي مغربي. هذا ما فعله الجوكر أيوب بوعدي، الذي أشعل الصراع بين الرباط وباريس. لكن بينما يحتفل المغاربة بالوافد الجديد، هناك تصريح صادم من فيصل فجر يقلل من قيمته، وأخبار مقلقة قد تبعد موهبة باير ليفركوزن عن المونديال 2026. فما الذي يحدث خلف الكواليس؟ ولماذا تتحدث الأرجنتين عن ميسي المغرب في تشيلسي؟ لنتعمق في التفاصيل أكثر، فلا تذهبوا بعيدا. صحيفة ليكيبا الفرنسية فجرت القنبلة. زين الدين زيدان لم يكتفي بالمتابعة، بل تدخل شخصيا لإقناع أيوب بوعدي بتمثيل الديو. فرنسا ترى فيه الخليفة الشرعي لنجوم خط وسطها، لكن الصدمة كانت في رد المقربين من اللاعب بكلمة واحدة فقط: جوكر. بوعدي ليس مجرد لاعب، هو الورقة الرابحة التي اختار المدرب محمد وهبي وضعها في قلب المشروع، مشروع أسود الأطلس. بهذا الانضمام أصبح خط وسط المغرب اليوم ترعب كبار المنتخبات العالمية. فهل نبالغ؟ الأرقام تقول لا. وسط هذه الأفراح خرج فيصل فاجر اللاعب السابق للمنتخب الوطني المغربي بتصريح غريب أربك الحسابات. فجر قالها بوضوح: لو كان بوعدي بالمستوى المطلوب لتم استدعاؤه لفرنسا. تصريح شكك في موهبة الشاب، واعتبره البعض تقليلا من قيمة القميص الوطني. وأنتم مشاهدين الكرام، هل ترون أن تصريح فجر هو غيرة من الجيل الجديد، أم أنه قال الحقيقة المرة التي لا يريد أحد سماعها؟ اكتبوا لنا الآن في التعليقات. لكن انتظروا، الإثارة لم تنتهي هنا. في الأرجنتين، موطن الأسطورة ليونيل ميسي، الصحافة لا تتوقف عن الحديث عن موهبة مغربية في لندن. صحيفة تي ان تي سبورت الأرجنتينية تقول إن ميسي بعث من جديد في المغرب. إبراهيم الرباج، جوهرة تشيلسي، لا يشبه ميسي في المهارة فقط، بل في ملامحه، شعره، وطريقة ركضه بالكرة. تي إي سبورت الأرجنتينية أكدت أن الرباش هو الوريث الشرعي للعرش العالمي. فهل تتخيلون خط وسط فيه بوعدي وهجوم يقوده ميسي الجديد؟ لكن لا يكتمل المشهد دون غصة. أخبار مقلقة تأتي من معسكر باير ليفركوزن الألماني. إلياس بن صغير، الموهبة التي سحرتنا، خرج رسميا من حسابات مونديال 2026 حسب آخر التقارير، والسبب قلة المشاركة. المدرب الجديد لأسود الأطلس السيد محمد وهبي لا يرحم، والمنتخب لا ينتظر أحدا. هل يضحي إلياس بن صغير بمسيرته في أوروبا من أجل العودة للعب وضمان مكانه في كأس العالم؟ في النهاية مشاهدينا الكرام، نحن أمام خريطة طريق جديدة للكرة المغربية. مواهب تطرق الأبواب، وأساطير يرحلون، وجدل لا ينتهي. إذا كنت فخورا بمستقبل الأسود، اضغط زر لايك الآن، واشترك في قناتكم المفضلة منطقة المباريات لتكون أول من يعرف الكواليس. وأخبرونا في التعليقات من هو اللاعب الذي تراه الأهم لمستقبل المغرب. شكرا للمتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.